يعترف أن أصوله من المغرب ومن شعب المغرب ولم ينزل من السماء. وهنا كما تلاحظون أن الرؤية قد اكتملت والصورة قد اتضحت بأن الشعب الجزائري وزعماء الشعب الجزائري الأولون العظماء من أبناء الشعب المغربي. وأرض الجزائر هي أرض من أرض المغرب اقتطعها المستعمر النصراني الغاشم الكافر وأعطاها لهؤلاء الزعماء لكي يحكموا في شعب وهم أصلا من مقتطعون من شعب المغرب لتفرقة وتشتيت قوة المغرب وإمبراطوريته الإسلامية. أما تاريخيا فسنترك الأمر لإخوة محايدين من بلدان عربية ليسوا مغاربة وليسوا جزائريين ليخبرونا عن